السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط اللايك عشان النهاردة عندنا أخبار الأهلي وأخبار الكرة المصرية وأخبار العالم. يلا بينا على الأخبار. الأهلي يحصل على توقيع عبد العزيز يعقوب لاعب نادي البرتغالي FE لاعب غالي لتدعيم هجوم الشتوية. عبد العزيز يعقوب يصل القاهرة خلال الساعات القادمة لإعلان عن الصفقة الشتوية الجديدة. الأهلي يختم تدريباته مساء يوم الأربعاء لاستعداد لمباراة إنبي. فرج عامر رئيس نادي سموحة يطلب ضم نجم الأهلي عمار حمدي في الانتقالات الشتوية. نادي الأهلي يعير حسام حسن إلى نادي سموحة. حمدي فتحي يخضع لإشاعة اليوم لتحديد إصابته في التدريب. عبد المنعم يخضع لإشاعة طبية اليوم لحجم إصابته من التدريبات هو حمدي فتحي. محمد طاهر يتأهل إلى برنامجه التأهيلي. أخبار نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور يعلن رحيل لاعب الزمالك يوسف أمامة بين نهاية انتقالات الشتوية إلى نادي سعودي. مرتضى منصور يقول لو فريرة عاوز لبن العصفورة جيبوا. أخبار الكورة المصرية. باتشيكو يقترب من تدريب نادي بيراميدز بعد استقالة تكييس جونياس. فيتوريا في تصريحات يقول 4 لاعبين في الدوري المصري لازم يحترفوا برا في أوروبا مثل أحمد السيد زيزو أكرم توفيق وإمام عاشور محمد عبد المنعم. رونالدو يتكلم باللغة العربية في النصر السعودي ويقول أنا عالمي. ورونالدو اتمرن أول تمرين مع النصر البارح بعد عودة ليو ميسي بعد الراحة من التدريبات من خضو المباراة مع باريس ترحب بليو ميسي بعودته واللاعيبة يرحبوا بيه. يكون انتهت الحلقة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط اللايك عشان يجيلك الأخبار عندك.